يلا يا شباب كله يسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى الدرس اللي عليه الدور. اخدنا الحصه اللي فاتت مقياس الرسم واخدناها على حصتين وثلاث حصص كمان، شرحنا وحلينا ومية مية. هناخد الدرس بتاع النهارده اسمه ايه؟ التقسيم التناسبي. التقسيم التناسبي. ايه يا مستر التقسيم التناسبي ده؟ انا عايز كل واحد يركز معايا واحنا بنحل، اتفقنا؟ عشان نظبط الدنيا، تمام؟ ماشي يا ياسين؟ ماشي يا سيد؟ كله بقى معايا نسمي الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف المسألة ونفهم معناها ايه الأول وبعد كده نكتب خطوة خطوة. ما اشوفش حد بيكتب الا وانا بكتب هنا. هقول لك اكتب الحرف ده معايا تكتبه معايا. ولا نسبق ولا نقلب. هبص الاقي ناس بتكتب برضه. طب الناس دي بتكتب ايه؟ معرفش. انا سايبك دقيقتين ثلاثة من شوية قلت لك اكتب أول سؤال. ما تحلش الا معايا. عمل لي زحف في الأرض بعد اسمها. تمام؟ قلت له بقى اهدى يا حبيبي. تكتب ايه هناك؟ شفت انا كلامي هنا. بقول لك ركز معايا هنا عشان تفهم. اللي هيكتب في اي حته ثانيه مش هينفع. ركز، انا بكلم ناس عاقله ولا ايه الدنيا؟ الناس اللي قاعدين قدامي كلهم عاقلين؟ سامعين الكلام اللي انا بقوله؟ تنفذوه. ماشي؟ تعالى نقرا اول سؤال ونحل سوا، الناس اللي عماله بتكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد رجل تقسيم 1200 جنيه. يريد رجل تقسيم 1200 جنيه. واحد زي كده معاه 1200 جنيه في جيبه. يريد رجل تقسيم 1200 جنيه بين شخصين. قدامي شخصين، البنتين اللي قدامي دول. عايز اديهم ال 1200 جنيه. هل هقسمهم عليهم بالظبط؟ هو اللي لسه هيقول لي. لو كان قال لي اقسمهم ما بينهم بالظبط بنفس النسبة كنت هقسم ال 1200 عليهم هما الاثنين، كانت ده تاخد 600 وده تاخد 600. صح ولا مش صح؟ هو قال لي الاثنين مش هياخدوا قد بعض، قال لي واحدة أكبر من الثانية. قال لي بنسبة كام إلى كام؟ 2 إلى 1. معناها إيه بالأجزاء؟ يا مريم معناها إيه بالأجزاء؟ جزئين إلى جزء. يعني واحدة هتاخد جزئين واحدة هتاخد إيه؟ جزء. يعني من الآخر كلهم على بعض كام جزء؟ 3 أجزاء. المسائل اللي زي دي فوقي معايا عشان بتسرحي. المسائل اللي زي دي لها كذا طريقة للحل. لها كذا طريقة للحل. هقول لك على طريقة منهم، طريقة سهلة وبسيطة تحل بيها، اتفقنا؟ نسمي الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ركز بقى معايا. يريد رجل تقسيم مبلغ كام جنيه؟ 1200 جنيه بين شخصين بنسبة كام إلى كام؟ 2 إلى 1. يعني المحترم الكبير ده هياخد كام جزء؟ جزئين. جزئين يعني 2 اكس، اكس دي بترمز للجزء. ماشي ولا مش ماشي؟ والصغير هياخد كام جزء يا اولاد؟ جزء واحد بس، يعني واحدة اكس، والواحد ما بيتكتبش. اتفقنا؟ 1 اكس خلاص، فمش هكتب الواحد جنبها. اكس معناها 1 اكس، اتفقنا؟ دي طريقة من وسط كذا طريقة. بس دي طريقة تبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لنا كلنا. لا كذا طريقة ممكن تتحل بيها، تمام؟ نرجع نسمي الله كده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم عشان الناس اللي بتسرح. في واحد زي معاه كام جنيه؟ 1200 جنيه. واحد زي معاه كام جنيه؟ 1200 جنيه. عايز اقسمهم على شخصين بنسبة كام إلى كام؟ 2. يعني الراجل الكبير ده هياخد كام اكس؟ 2. الراجل الصغير ده هياخد كام اكس؟ يبقى احنا هنفرض اهو نصيب الأكبر كبير فيهم، هو الكبير فيهم واخد كام اكس؟ 2 اكس. ونصيب الصغير واخد كام اكس؟ يبقى نصيب الأصغر واخد 1 اكس. صح ولا مش صح؟ دي خدت 2 اكس ودي خدت اكس. هما مجموعهم على بعض كام جنيه؟ 1200. مش معانا 1200 فأنا هوزعها عليكم. يبقى مجموع اللي معاهم كله هيكون كام؟ 1200. وانت كنت واخده كام اكس الكبيره؟ 2 اكس والصغيره كانت واخده كام اكس؟ اكس. مجموع اللي معاهم كله بكام؟ ب 1200. يا مستر مجموع اللي معاهم ب 1200 يا ساندي صح؟ مجموع اللي معاهم ب 1200. الكبير واخد كام اكس؟ 2 اكس. زائد الصغير واخد كام اكس؟ اكس. ومجموع كل ده بكام يا اولاد؟ ب 1200 جنيه. صح ولا مش صح؟ صح. تعال نجمع.
دي واخده 2 اكس ودي واخده اكس. مجموع الاكسات اللي معاهم كام اكس؟ 3 اكس. 3 اكس. انت واخده كام اكس؟ 2 اكس. ودي واخده كام اكس؟ واحده اكس. تعال نجمعهم على بعض كده يبقوا كام اكس؟ 3 اكس. يبقى 2 اكس وكمان اكس يبقوا كام يا ولاد؟ 3 اكس بكام؟ يبقى الاكسايه الواحده بكام؟ مش احنا قلنا اللي لازق في الاكس بقسم عليه؟ مين يا فرحه اللي لازق في الاكس؟ شايفه الاكس دي؟ مين اللي لازق فيها؟ هقسم على الثلاثه في الطرفين عشان اتخلص منها. يبقى انا هنا هقسم على الكام؟ وهنا على الكام؟ يلا بالقلم حاسبه قول لي 400. اكس طلعت 1200 يا عمر على الثلاثه طلعت بكام؟ 400. يبقى الاكس الواحده بكام؟ 400. الاكس الواحده بكام؟ لسه هيكمل المساله حالا بس تعالى نرجع نقول عليها تاني. اتفقنا؟ اتفقنا؟ ايه المشكله في الكلام ده؟ تعالى نقول عليها تاني من اولها بس نسمي الله ونبدا. خد بالك اللي هقوله في المساله دي. تعال بس نشاور بقى بالعصايه كده نضرب بقى برضه. خلاص كله معايا هشاور بيها واخبط بقى كده عشان تصح صح. تمام؟ في ناس عماله باصه على السبوره كده ومش مركزه اصلا. هتسرح واحنا قلنا قبل كده عشان ما نسرحش كل شويه نعمل ايه؟ نسمي الله ونقول مع المستر. لازم نقول طول ما انت ساكت فانت في دنيا ثانيه. اتفقنا على كده ولا لا يا علي؟ صح؟ سمي الله وتتكلم معايا. تعال نقول من اول المساله يلا. كله بقى يلاغيني كده ويقول ماشي؟ مش لازم صوتك يبقى عالي قوي بس على الاقل يبقى مسموع عشان ما تسرحش. اتفقنا؟ بسم الله. شوف بقول بسم الله محدش اصلا بيسمي يعني 2 3 اللي بيسموا خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد رجل تقسيم مبلغ كام جنيه؟ بين كام شخص؟ 2 قدام اهو. الكبيرة هتاخد كام اكس؟ والصغيرة هتاخد كام اكس؟ يعني نصيب الكبير كام اكس؟ ونصيب الصغير كام اكس؟ ومجموع الاكسات كلها لازم يكون بكام جنيه؟ اجمع لي الاكسات وسواها يلا بال 1200. هو الكبير كان واخد كام اكس؟ 2 اكس. زائد الصغير واخد كام اكس؟ ومجموعهم لازم يطلع بكام؟ 1200. 2 اكس زائد واحدة اكس يبقوا كام اكس؟ 3 اكس. 2 اكس وواحدة اكس يبقوا كام اكس؟ ال 3 اكس عاملين كام جنيه؟ 1200. مين اللي لازق في الاكس؟ هنقسم على كام؟ 3. من 1200 على 3 يبقى الاكس الواحدة بكام؟ 400. مستر الاكس الواحدة ب 400. الاكس الواحدة بكام؟ 400. هو انت كنت واخدة كام اكس الكبير؟ 2 اكس يعني 2 في 400 يبقى انت معاكي كام؟ 800. وانت كنت واخدة كام اكس؟ واحدة اكس واحدة في 400 ب 400 يبقى دي معاها كام؟ 800 ودي معاها كام؟ ده اللي احنا هنكتبه. هنكتب يا مستر نصيب الراجل الكبير الأكبر. هو الأكبر كان واخد كام إكس يا أولاد؟ والإكس الواحدة بكام؟ 400. يبقى 2 في 400 بكام يا أولاد؟ 800. يبقى الراجل الكبير هياخد كام جنيه؟ 800 جنيه. صح يا شربات؟ طب الراجل الصغير نصيب الصغير نصيب الأصغر. هو يا شربات الصغير كان واخد كام إكس؟ واحدة إكس والإكس ب 400 يبقى هو يبقى معاه كام؟ 400. 1 إكس يعني 1 في 400 يبقى الناتج كام؟ 400. يبقى يا أولاد نصيب الكبير كام جنيه؟ 800 جنيه. ونصيب الصغير كام جنيه؟ 400 جنيه. بس هما دول ال 1200 اللي أنا وزعتها عليهم. تمام ولا مش تمام؟ يبقى يا عم مجدي خلاصة الكلام أنا معايا 1200 جنيه. بصوا معايا أهم حاجة في الرياضة الفهم اللي أنت فهمته توظفه لخطوات. بعد كده ممكن تختصر الخطوات براحتك مفيش مشكلة. بس أنت عشان لسه في البداية لازم تكتب خطواتك. تمام ولا مش تمام؟ اتفقنا؟ عمالة بتسرحي مش هقدر أعمل لك أكتر من كده. كل شوية أقول لك فوقي 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 ما أعرفش أعمل أكتر من كده. تمام؟ كله معايا. سمي الله يا انزل وركزي معايا. سمي الله يلا. بسم الله. يبقى تاني كده قبل ما ندخل في المسائل التانية. في راجل معاه كام جنيه؟ 1200 جنيه. عايز اقسمه على كام شخص؟ على شخصين. ممكن على 3 وعلى 4 وعلى 5 على حسب السؤال. وقال لي يا مجدي اقسمهم على كام شخص؟ شخصين. هل هياخدوا قد بعض؟ قال لي لا. ده واحدة تاخد جزئين وواحدة تاخد جزء. جزئين دول يعني كام اكس؟ 2 اكس.
وجزء واحد يعني كام اكس؟ 1 اكس. والمفروض مجموع الاكسات يكون كام جنيه؟ 1200. يبقى 2 اكس زائد الاكس يديني كام؟ 1200 جنيه يا ساجدة. 2 اكس واكس يبقوا كام اكس؟ ال 3 اكس ب 1200. هنقسم على كام؟ قسمنا على 3 وعلى 3. 1200 على 3 يبقى الاكس الواحدة بكام؟ هو انت كنت واخده كام اكس؟ 2 اكس. يبقى 2 في 400 ب 800. وانت كنت واخده كام اكس؟ واحدة اكس. يبقى 1 في 400 ب 400. يبقى انت معاك 400 مع 800 بلس 500. اتفقنا؟ ده مشكلة؟ في مشاكل في الكلام ده؟ يلا نسمي لو ندخل على المسألة اللي بعدها. يلا معايا. لا سيبها دلوقتي، ما تنقلش دلوقتي، خلينا للاخر. يعني بس نفهم من الاخر، ماشي؟ مريم معايا؟ صح؟ احنا خلصنا دي اصلا. يلا على دي. قسم مبلغ 108 جنيه. المرة دي بعد ما كان معايا يا سادة، بعد ما كان معايا كام؟ 1200 بقى معايا 108 بقى. أنا بجيب دلوقتي 100 وإيه؟ عايز تقسمهم على مين؟ تعالى نشوف. قسم مبلغ 108 جنيهات بين 3 أشخاص. قدامي 3 أشخاص بقى المرة دي أهو. عايز أوزع عليهم ال 108. هل أوزع عليهم بالتساوي؟ على حسب ما يقول لك. قال لك بنسبة إيه يا جنى؟ بنسبة 2 إلى 3 إلى 4. يعني ده الراجل الإيه؟ الأول، وده الراجل الإيه؟ الثاني، وده الراجل الإيه؟ بنسبة كام إلى كام إلى كام؟ 2 إلى 3 إلى 4. يعني الأولاني ده ياخد كام جزء؟ والثاني ياخد كام جزء؟ والثالث ياخد كام جزء؟ 4. يعني نصيب الأول كام إكس؟ ونصيب الثاني كام إكس؟ ونصيب الثالث كام إكس؟ 4x. أنا ممكن أحل على طول. عايز تكتب له نصيبهم مفيش مشكلة، صح ولا مش صح؟ يعني لو أنت عايز تكتب له التفاصيل زي دي كده أهو. بص، نصيب الراجل الأولاني، هو الأولاني هياخد كام إكس يا أولاني؟ 2 إكس. عايز تكتب نصيب الراجل ده، لو أنا بقى عايز أبين له إن أنا فاهم قوي واكتب لك الخطوات كلها، تمام ولا مش تمام؟ نصيب الراجل الثاني يا أولاد واخد كام إكس؟ ما اسمعش حد بيتكلم. ونصيب الراجل الثالث كام اكس؟ 4 اكس. يبقى تاني معايا؟ الاولاني هياخد كام اكس؟ 2x. والثاني هياخد كام اكس؟ 3x. والثالث هياخد كام اكس؟ 4x. هو مجموع الاكسات والاجزاء كلها بكام جنيه؟ 108. يلا اجمع لي الاكسات دي كلها وسواء بال 108. يعني اجمع لي ال 2 اكس الاكس هتكون ب 12 زائد ال 3 اكس زائد ال 4 اكس وسواها لي كلها بكام؟ ب 108. ما تجمع لي الاكسات دي يا عمر كده. 2 اكس 9x. وكمان 3 اكس ادي 5 اكس وكمان 4 اكس يبقوا كام اكس؟ 9 اكس. يبقى يا مستر التسع اجزاء اللي هي 9 اكس عاملين كام جنيه؟ 108. مين اللي لازق في الاكس يا اولاد؟ 9. يقسم على الكام؟ 9. يقسم الطرف ده على 9 ويقسم الطرف ده على 9. يلا بالآلة الحاسبة. 12. يبقى الاكس الواحدة طلعت بكام؟ 12. الاكس الواحدة طلعت بكام؟ 12. هو الراجل الأولاني كان واخد كام اكس؟ 2x. يبقى نصيب 24. الأول كان واخد 2 اكس يا مستر، والإكس الواحدة بكام؟ ب 12. يبقى 2 في 12 بكام يا مستر؟ 24. صح ولا مش صح؟ صح. ده نصيب الأولاني. تعال نكتب نصيب الثاني. نصيب الثاني معايا. نصيب مين؟ الثاني. هو الثاني يا رهف كان واخد كام اكس؟ 3. 3 اكسات، والإكس الواحدة معاه بكام؟ 36. ب 12. يبقى 3 في 12 بكام؟ 36. يبقى نصيب الثاني كام؟ 36. طب تعالى نكتب نصيب الثاني. نصيب الثالث. هو الثالث يا شربات واخد كام اكس؟ 4. واخد ايه؟ 4 اجزاء يعني 4 اكس. والاكس الواحده بكام؟ 4. الاكس الواحده بكام يا اولاد؟ 12. ب 12. معاه 4 اكسات والاكس ب 12. 4 في 12 بكام؟ 48. يبقى الاولاني نصيبه كام جنيه؟ 24. والتاني نصيبه كام جنيه؟ 36. والتالت نصيبه كام جنيه؟ 48. اتفقنا؟ اتفقنا يا جمانة؟ يبقى تاني المرة دي أنا معايا كام جنيه؟ ركز معايا. أول 3 أهو.
انا معايا كام جنيه؟ عايز اقسمهم على كام؟ 3 اشخاص. الاولاني ركزي معايا، هتاخدي كام يا سماح؟ كام جزء؟ 2 اكس. وانت هتاخدي كام جزء؟ والتالت هياخد كام جزء؟ 4x. افتكري اللي انت هتاخديه، هتاخدي كام جزء؟ وانت هتاخدي كام جزء؟ وانت هتاخدي كام جزء؟ 108. هوزعها على الاجزاء دي، هما كام جزء اصلا كلهم على بعض؟ انت واخده كام؟ 2 وادي 3 دي 5 اجزاء، وانت كام؟ 4 كمان عليهم يبقى 9 اجزاء. التسع اجزاء يعني 9 اكس. عاملين كام فلوس معايا؟ 108. وزع لي بقى ال 108 على 9 اجزاء، يبقى 108 على 9 فيها كام؟ يبقى الجزء الواحد ب 12. هو انت كنت واخده كام جزء؟ 2 في 12 بكام؟ يبقى انت نصيبك 24 جنيه، وانت كنت واخده كام جزء؟ 3 في 12 بكام؟ يبقى انت نصيبك 36 جنيه، وانت كنت واخده كام جزء؟ 4 اجزاء، والجزء ب 12، 4 في 12 يبقى انت نصيبك 48 جنيه. انا كده وزعت الفلوس عليكم انتوا الثلاثه. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام؟ الدنيا تمام و100 100. رغم ان في ناس قاعده فاهمه وبتحل و100 100، في ناس سرحانه في الاكل والشرب والخروج ده الطبيعي بتاع الناس كلها، ما بهزرش والله. هتلاقيه شايف سندوتش كفته دي بالذات لو جعان. تمام؟ واحد بقى متخيل نفسه رونالدو بيعمل دبل كيك ولا حاجه. انا عارف الدماغ دي بالذات اولى اعدادي، تمام ولا مش تمام؟ بتوع تانية وتالتة بقوا متخلفين خلاص، يعني فاهم انتوا لسه داخلين على الصيف. المهم نسمي الله، والله ده اللي بيحصل. فهتلاقي ناس قاعده معايا على باب الاوضه بقى خارجه، مستر ما فهمتش حاجه خالص. او تعالى الحصه الجايه، مستر انا مش فاهم حاجه خالص. يا ابني زمايلك كلها عماله توزع الفلوس والاجزاء، ايه لا انا ما. تمام؟ المهم ان الحمد لله بنصور لكم الفيديو عشان كده. انا معيش تليفونات. معاش تليفونات، وواحد تاني ما بيفتحش واتس، وواحد النت خلصان، واحد كذا. انا بعمل اللي عليا، مش هقدر اعمل اكتر من كده. بشرح لك، بظبط لك الدنيا، برضك بينزل في الجروب، والسبوره بتنزل لك في الجروب محلوله، وبخليك تحل معايا وتمتحن معايا. وبتروح البيت تلاقي نفس الصوره في البيت. وبنعمل لك الفيديو كمان عشان لو عايز تتفرج على مستر كذا مره يعيد لك الحصه، صح ولا مش صح؟ ما اقدرش اعمل لك اكتر من كده. لو في اقدر اعمل اكتر من كده هعمل. تمام ولا مش تمام؟ الناس اللي نايمه تعيد الفيديو تاني وتشوف. مفيش مشكله، بس النهارده بس. يلا السؤال الثالث اصعب شويه. هو كل مره كنت بجمع الاجزاء، ماشي ولا مش ماشي؟ اسمع بقى مني بالله عليك، ما اشوفش حد بيكتب. يا ابو صلاح ما اشوفش حد بيكتب يا يوسف. يلا يا ولاد ركزوا بس معايا. عايزه ايه يا مريم؟ مش على الساعة والله يا مستر. بيعمل ايه؟ شوف الساعة. الساعة. خدي منه الموبايل، هو ليه امر بيجي يا ابني. مفتوح. يلا كله معايا، بسم الله. السؤال التالت بقى، ماشي؟ يلا. ننجز بقى بعد السنه كده، بصوا ما تخليش اضيع وقتي في اسكت واسكتي. تمام؟ ما تسمعش صوت بقى خالص. بقى خلاص يا عمر، هو زبط اهو خلاص؟ شغال؟ تمام، عادي شدوت عادي. تمام؟ تمام، نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعة أرض مقسمة بين أخين. في أخين عندي، أنتوا الاتنين أهو. تمام؟ في عندي حتة أرض عايز أقسمها عليهم هما الاتنين. تمام ولا مش تمام؟ تعال نشوف بقى هو هيديني كام متر ولا مش كام متر، هو بقية المسألة نشوفها. تمام ولا مش تمام؟ تمام. محدش يكتب. قطعة أرض مقسمة بين أخين، ركزوا معايا. بنسبة كام إلى كام؟ 3 إلى 5. يعني الصغير واخد كام إكس؟ والكبير واخد كام إكس؟ يبقى نصيب الأصغر كام إكس؟ ونصيب الأكبر كام إكس؟ 5x. فإذا كان نصيب الأخ الكبير بيزيد عن نصيب الأخ الصغير بقيمة كام متر؟ يعني الكبير أزيد من الصغير. في ناس عمالة بتهبط، ما حدش يهبط دلوقتي واسمع أنا بقول لك إيه، تمام؟ الكبير واخد أكتر من الصغير بكام متر؟ 20 متر. نصيب الكبير يزيد عن نصيب الصغير بقيمة كام متر؟ 20 متر. ركز بقى كده معايا، عشان في ناس بتبقى طالعه مش متاسسه في الكلام ده، اولى ثانيه ثالثه اعدادي واولى ثانوي، فما بيبقاش فاهم النقطه دي. تمام ولا مش تمام؟ افهم وركز معايا. لما يقول لك حاجه بتزيد عن حاجه،
يبقى واحد كبير وواحد صغير. لما يقول لك حاجة بتقل عن حاجة برضه واحد كبير وواحد صغير. الفرق بين حاجتين يبقى برضه واحد كبير وواحد صغير. يبقى لما يقول لك يزيد عن يبقى كبير وايه؟ صغير صغير. يقل عن يبقى واحد كبير وواحد صغير صغير. لما يقول لك الفرق يبقى واحد كبير وواحد صغير. كلمة يزيد عن ويقل عن والفرق دي معناها عملية طرح الكبير ناقص الصغير دي معناها عملية ايه؟ الكبير ناقص صغير. اصل في ناس مش فاهمة كويس فيقول لك يزيد يعني ازود يعني اجمع لا حاجة بتزيد عن حاجة يبقى كبير ناقص صغير تمام ولا مش تمام؟ كلمة يزيد عن يقل عن الفرق ده كلهم معناهم ايه؟ اطرح كبير ناقص صغير فهو بيقول لك ايه؟ الكبير بيزيد عن الصغير يعني الكبير ناقص الصغير بيساوي كام متر؟ 20 متر. الكبير ناقص الصغير بيساوي 20 متر هو الكبير بكام اكس يا ولاد؟ 5. نتغابى بقى اهو هنتغابى الكبير كام اكس يا ولاد؟ 5. ناقص الصغير بكام اكس يا ولاد؟ لما تطرح الكبير ناقص الصغير الناتج هيكون كام يا ولاد؟ يلا 5 اكس شيل منهم 3 اكس يبقى معاك كام اكس؟ 2 اكس بكام؟ 20. مين اللي لازق في الاكس؟ هنقسم على الكام؟ نقسم على الاثنين وعلى الاثنين يبقى الاكس بكام يا ولاد؟ 10. الاكس ب 10 متر الاكس بكام متر؟ 10 متر. هو انت الكبيره كنت واخده كام اكس؟ 5 6. يبقى 5 اكس والاكس ب 10 يبقى 5 في 10 50. يبقى انت نصيبك كام متر؟ 50 متر. وانت كنت واخده كام اكس؟ صغيره 3 اكس. 3 اكس والاكس ب 10 يبقى 3 في 10 بكام؟ 30. يبقى انت واخده 30 متر يبقى هي نصيبك كام؟ وانت 50. نصيبك كام؟ فعلا الفرق بينكم كام متر؟ 20 متر فعلا صح ولا مش صح؟ يبقى انا الاكس الواحده طلعت بكام؟ ب 10 اذا نصيب الاخ الكبير كان واخد كام اكس الاخ الكبير؟ 5. 5 اكس يعني 5 في كام يا اولاد؟ 10. يعني واخد كام متر الراجل ده؟ 50. طب تعال نشوف نصيب الصغير نصيب الصغير هو الصغير كان واخد كام اكس يا اولاد؟ 3 اكس والاكس الواحده بكام يا اولاد؟ 3 في 10 بكام؟ يبقى نصيب الكبير كام متر؟ 50. ونصيب الصغير كام متر؟ هو عايز مساحة الأرض كلها على بعض كام متر بقى؟ 80 متر صح ولا مش صح؟ إذا مساحة الأرض كلها على بعض كام زائد كام؟ 50 زائد 30 يبقى 80 متر. أقعدها تاني حاضر. يلا سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم كله بقى مفوق معاه ولا لأ؟ تمام؟ حلو الكلام ده يا ياسمين؟ فاهمة؟ يلا قطعة أرض مقسمة بين أخين بنسبة كام إلى كام؟ 3. الواد الصغير هياخد كام إكس؟ الكبير هياخد كام إكس؟ الكبير بيزيد عن الصغير كلمة يزيد عن ويقل عن والفرق معناها عملية إيه؟ طرح الكبير ناقص الصغير يبقى الكبير ناقص الصغير بيديني كام متر؟ 20. هو الكبير كان بكام؟ 5. بص عمال بتقول لي قولها تاني وهي في دنيا تانية ما ببص على الحته انا بعيدها لك اهو ماشي يبقى الكبير ناقص الصغير يساوي كام؟ 20. 5 اكس ناقص 3 اكس يديكي كام اكس؟ 2 اكس بكام؟ 20. نقسم على الاثنين وعلى الاثنين 20 على الاثنين فيها بكام؟ 10. هو الكبير هياخد كام اكس؟ 5 اكس. والاكس ب 10 يبقى 5 في 10 50. والصغير الشربات هياخد كام اكس؟ 3 اكس. يبقى 3 في 10 30. يبقى الكبير واخد كام متر نصيبه؟ 50. والصغير نصيبه كام متر؟ يبقى الأرض كلها على بعض كانت كام متر؟ 80 متر اتفقنا؟ نيجي على آخر مسألة معانا ماشي يا حبيبي يلا يا ولاد نسمي الله سجدة فتحة بقت ليه؟ مالك؟ فاهمة؟ مفيش حد اسمه سجدة ليه؟ ركزي معايا يلا نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم بطل تسول يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ ركز معايا تمام؟ اتفقنا؟ نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم كله معايا يا شباب؟ يلا
نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان النسبة بين ما مع أحمد ومحمد، هو بدأ بمين يا ابني؟ أحمد. 5 إلى 7 ده أحمد لأنه بدأ بإيه؟ أحمد الأول وبعدين محمد. 5 إلى 7 يبقى أحمد هو اللي واخد كام جزء؟ 5. محمد هو اللي واخد كام جزء؟ 7. يبقى نصيب أحمد واخد كام جزء يا ولاد؟ 5 إيه؟ إكس. واخد كام إكس؟ 5 إكس. ما إحنا اتفقنا كلمة 5 دي يعني 5 إيه؟ إكس. و7 أجزاء دي يعني 7 إيه؟ إكس. يبقى نصيب أحمد كام إكس يا سندي؟ 5. ونصيب محمد كام يا عمر؟ إكس. 4. تعال نشوف بقى احنا هنجمع ولا هنطرح ولا ايه الدنيا؟ تمام؟ والله يا مستر لو قال لي مجموع اللي معاهم فانا بجمع. صح ولا مش صح؟ صح. طب لو قال لي واحد بيزيد عن حاجه هطرح. واحد بيقل عن حاجه هطرح. ايه الفرق؟ هطرح. صح ولا مش صح؟ هنقرا ونشوف. يلا تقول معايا اسمك ايه؟ محمد ايه؟ يلا يا محمد يا جابر. بيقول لك ايه؟ والفرق. الفرق ده انا هعمل ايه؟ هطرح الكبير ناقص الصغير. صح ولا مش صح؟ قال لك ان الفرق بينهم كام؟ 700 جنيه. تعالى نشوف الحوار ده. يا مستر عيد على الكلمة دي. اعيد على ايه؟ على الكلمة اللي والفرق بينهما 700 جنيه. احسب ما مع كل ايه؟ ما انا جاي اهو جاي لا. والفرق بينهما كام جنيه؟ 700 جنيه. احسب ما مع كل منهما. يعني كل واحد فيهم معاه كام يعني؟ تمام ولا مش تمام؟ تاني. يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول واحد. إذا كانت النسبة بين ما مع أحمد ومحمد 5 إلى 7. طبعا زي ما اتفقنا من شوية كده أحمد واخد كام جزء؟ 5 أجزاء. ومحمد التاني واخد كام جزء؟ 7 أجزاء. يبقى نصيب أحمد 5 أجزاء ونصيب محمد 7 أجزاء. تمام؟ والفرق بينهما 700. كلمة والفرق دي بعملية إيه؟ طرح. تمام؟ يبقى عملية طرح. إحنا قلنا كلمة يزيد عن طرح ويقل عن طرح، والفرق يعني طرح برضه. الكبير ناقص الصغير. هو الكبير يا شباب واخد كام جزء؟ 7. 7 إيه؟ إكس. اللي هو جزء اللي هو إكس. ما هو الجزء ده اللي هو إكس. تمام؟ والصغير واخد كام إكس؟ 5 إكس. صح؟ والناتج بتاعهم كله كام يا شباب؟ 700 جنيه. 700 جنيه. 7 إكس شيلي منهم 5 إكس. يبقى معاكي كام إكس؟ 2 اكس. بكام جنيه؟ 700 جنيه. يبقى الإكس الواحدة عاملة كام؟ هنقسم بقى على الاتنين ونقسم على الاتنين. يبقى الإكس الواحدة بكام جنيه؟ ب 350. اتفقنا؟ في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى نصيب أحمد واخد كام إكس دلوقتي؟ يبقى نصيب أحمد اللي واخد كام إكس؟ 5 إكس صح؟ يبقى 5 في الإكس الواحدة اللي هي بكام؟ يلا يا مريم معايا ب 350. يلا 5 إكس معاك الآلة الحاسبة بتاعتك؟ يلا اضرب ايه؟ 5 في 350 طلعت لك كام؟ 1750. ونصيب مين؟ محمد. يلا يا شباب نصيب 7. محمد واخد كام إكس؟ 7. 7 إكس. والإكس الواحدة بكام؟ ب 350. أخلينا ليه محمد تعملها لك على طريقة حاسبة ماشي؟ يبقى 7 في 350 ب 2450. يبقى نصيب أحمد بكام؟ 1750. ونصيب محمد بكام؟ 2450. ده نصيب كل منها. هل ده في مشكلة؟ اعملي بقى معاها